ربما كانت المباراة ديال اليوم من أكثر المباريات اللي خلقنا فيهم فرص للتسجيل. ربما كانت مباراة اليوم من أكثر المباريات اللي خلقنا فيهم فرص للتسجيل. Of course, it's difficult when you miss the penalty just before half time. صحيح أن الأمور تكون صعيبة ملي تضيع ضربة جزاء تاع ثواني قبل من نهاية الشوط الأول. Because we had this tendency after we made the changes with Barco's injury. لأنه من بعد تغيير التراضي اللي درناه بعد الإصابة ديال أيمن برقوق. So just as we were settling into our new structure after the substitute, we were on top of Magnus, creating chances, creating momentum. فمن بعد التغيير وفي الوقت اللي كنا كنحاولوا انه نتادابطوا مع لا ستركتور الجديده اللي كانت عندنا من بعد التغيير ديال ايمن برقوق، خلقنا فرص اكثر ودومينينا في هذاك الوقت من الشوط الاول. So with that momentum, of course, you should score the goal and go in 1-0. The minimum score line, I think, should have been 3-0 half time. لانه من بعد الفرص كامله اللي درنا في الدقائق الاخيره من الشوط الاول كان على الاقل ينتهي الشوط الاول بثلاثه اهداف. But of course we had to readjust again to create stability again to start the second half. كاين بعد الشوطين بين الشوطين حاولنا انه نعاودوا ناخذوا لا ستابيليتي ديالنا ونعاودوا نقدروا نتحكموا في زمام الامور. So the second half was good again. Again, a lot of moments where we unlocked the defense, a lot of moments where we one-on-one with the goalkeeper. I think the goalkeeper should have gotten man of the match today. ففي الشوط الثاني ايضا خلقنا فرص كثيره في مواجهه واحد ضد واحد مع الحارس، والا كنت غنقول شي حاجه غنقول ان ربما الحارس ديال نادي الكناسي اليوم خصو يكون رجل ممتاز. It's not like Magnus created any big chances against us. من الناحيه الدفاعيه نادي الكناسي ما خلقش فرص كثيره ضدنا. Even with the goal we conceded, we kicked the ball into our own player and it goes in the back of the net. حتى لقطه الهدف كان هي تشتيت من اللاعب ديالنا والكره قطمت بلاعب اخر ديالنا ودخلت للشباك. Of course, again, then we made the changes with 0-1 down to really change the structure again. Bulak Soot on the left, Amnoud coming in, and Hamas overloading on this side. بعد الهدف حاولنا نديروا التغييرات اللي جبنا. بولك سويت الجهه اليسرى عملنا تدخل كظهير ايمن وخامس كواحد من اللاعبين الوسط باش نحاولوا انه نقدروا نديروا واحد. Of course, again, then fantastic saves by the goalkeeper, block shots. I think 4 moments after the change that we created, 4 big moments to score. But it's one of those days where I think if we had to play another 30 minutes, I don't think the goalkeeper was just too good. Things were not falling for us, so luck was just not on our side to be able to score the goal today. بالتالي حتى من بعد التغييرات خلقنا فرص كثيره، على الاقل 4 فرص محققه، ونقدر نقول انه لو المباراه استمرت حتى 30 دقيقه اخرى بالشكل اللي كان تيأتي به حارس النادي الكناسي، ربما اليوم الحظ ما كانش في جانبنا، ما كناش غنقدروا نسجلوا حتى لو استمرينا في اللعب 30 دقيقه اخرى. So it's really one of those games where our XG is probably the highest of the season, but we lose the match. مباراة من دوك المباريات اللي تيكون عندك الاكس جي ديالك بالاعلى في الموسم، ولكن ما تقدرش تسجل في الاخر.